طيب لو فهمت اللي قبل كده فاقدر اقول لك ان احنا ندخل في تعريف جديد اسمه البيزس اوف ا سب سبيس. تعريف سهل جدا. دلوقتي لو عندي الاوميجا يا شباب هي عباره عن سبست من الفي زي ما اخدنا من شويه، تمام؟ طيب الاوميجا ده يا شباب is in span of الفي واحد لحد الفي ان، يعني ممكن تقول نفس الكلام اللي قلناه من شويه، تمام؟ اللي هو بتاع السب سبيس. يعني هي عباره عن هي ان ذا سبان اوف الفي واحد لحد الفي ان، وكمان يا شباب هي لينير اندبندنت. دي بقى الزياده ودي الاساس عندي اللي هي لينير اندبندنت، تمام؟ ان هي لينير اندبندنت. لو هي فعلا لينير اندبندنت يا شباب ففي الحاله دي بسميها بيس. طبعا هنا انت عندك الاوميجا 1 والاوميجا 2 والاوميجا 3 والاوميجا 4 انا عايزهم يكونوا ايه؟ سبان ان ذا سبيس اوف الار ان. يعني ايه سبان ان ذا سبيس اوف ار ان؟ يعني عندك هنا مثلا 3 دايمنشن، يبقى عندك اليو والفي والدبليو، الثلاثه دول بيسبانوا ال 3 دايمنشن. يعني ايه بيسبانوا ال 3 دايمنشن؟ يعني بيدوك مكعب، ما ينفعش يدوني مستوى، تمام؟ في الحاله دي هم بيكونوا لينير اندبندنت. في الحاله دي بيكونوا لينير اندبندنت. يعني يا شباب ببساطه خالص ان انا عندي يا شباب لازم يسبانوا الدايمنشن بتاعهم. لو هم سبانوا ال 2 دي يبقى هم عباره عن مستوى. لازم يسبانوا ال 3 دي، لازم يسبانوا ال 3 دي. في الحاله دي يبقى ده لينير اندبندنت. اظن واضحه يا شباب. طيب تعالى كده ناخد مثال اخر. لو انا عندي مثلا يو وفي، تمام؟ وده كده الاوميجا عباره عن مستوى. طيب عارف دول ايه؟ دول كده يا شباب هتبقى سبان ال 2 دي، فعباره عن بلان، عباره عن مستوى. يبقى ده لينير ديبندنت، يبقى ده لينير ديبندنت. هيطلع معاك صف صفار من الاخر لو جيت تعملهم كايه آه كست على بعضها يعني، وتحلها بالريديوسد روشن فورم. طيب يبقى اذا يا شباب البيزس عباره عن لينير اندبندنت، وكمان اسبان الفي واحد لحد الفي ان. هي عباره عن سب سبيس، تمام؟ نفس التست بتاع السب سبيس وحط عليه لينير اندبندنت. طيب ناخد تعريف تاني الدايمنشن. دايمنشن يعني بعد. دايمنشن من الاخر هو نمبر اوف فيكتورز. نمبر اوف فيكتورز يعني عدد الكولومز. فيكتور يعني عمود، فيكتور يعني عمود، تمام؟ ان ذا بيزس هو عدد الفيكتور ان ذا بيزس، تمام؟ يعني ايه بيزس؟ بيزس ده يا شباب هو عباره عن البيفوت كولومز. لينير اندبندنت اهي. اساس البيزس ان هي تكون لينير اندبندنت. ده كده فيكتور واحد وده كده فيكتور اتنين، يبقى اذا الدايمنشن بتاعي هنا اتنين، تمام؟ اللي هو البيفوت كولومز، عدد البيفوت كولومز. طيب يبقى every يا شباب every sub space عندي هنا، every sub space بتكون has a basis in dimension اقل من او بتساوي ال n. ليه اقل من او بتساوي ال n؟ هنا انت عندك الدايمنشن بيساوي 2 في السؤال اللي فوق دوت اللي هو عدد الاعمده اللي عندي، تمام؟ طبعا هنا انا لازم اجيب البيسز بعد الاختزال. بعد الاختزال بشوف عدد البيفوت كولومز. البيفوت كولومز يا شباب عشان اللي مش عارف يعني هي عباره عن الاعمده من الاخر بتاعه الريديوسد رو اشلون فورم اللي فيها وحايد وفوقها اصفار وتحتها اصفار، اللي هي بتاعه الليدنج انترز. يعني لو انت تاه خالص، لو انت بقى تاه اكتر من كده فاحنا شرحناها في شابتر 1. طب تعالى كده نشوف مثال اخر. المثال دوت يا شباب هو مصفوفه 2 في 3، فبالتالي لما بعمله اختزال هيديك ايه؟ هيديك ان البيسس، تمام، على الدايمنشن بتاع البيفوت كولومز اللي هم 2 بيفوت كولومز، تمام؟ فطبعا هنا عندك عدد ال n 3 وهنا الدايمنشن 2، فالدايمنشن هنا اقل اهو، تمام؟ لان الدايمنشن هو البيفوت كولومز، فالبيفوت كولومز كان 2 اللي هو من الاخر الرانك بتاعها يعني، تمام؟ الرانك اللي هو عباره عن عدد البيفوت كولومز يا شباب. لو انت مش عارف الرانك يعني البيفوت كولومز، تمام؟ فده اقل من عدد ال n اللي هو عدد الاعمده. لو لسه مش فاهم احنا هناخد تقريبا 4 اسئله وخمس اسئله، هنتظبط دلوقتي وهتفهم كل حاجه. لقيت ان الفي يا شباب على سبيل المثال هي عباره عن اي بي سي دي، طبعا ده 4 دايمنشن، تمام؟ ار سب 4. الاي ماينس البي ده كده بيساوي الدي ماينس 3، اذا هنا في ريليشن، يبقى هتطلع في الاخر 3 دي. بالمنطق كده هتطلع ار سب 3، تمام؟ طيب تعالى كده نجيب البيسز بتاعها. طالما هجيب البيس بتاعها تعالى نخلص الريليشنز بتاعتك. هنا يبقى عندك دي ماينس السي بلس البي، ده كده اللي هو عباره عن قيمه الاي يعني، تمام؟ بعد كده هنروح يا شباب، طبعا دي دايمنشن 3 مش محتاجه يعني، هنروح نجيب الفيكتورز بتاعتها. فهنطلع البي السكيلرز نعملها كلينير كومبينيشن بالشكل المعتاد اللي احنا عارفينه، فيطلع عندي 3 فيكتورز و3 سكيلرز، بحيث ان السكيلرز دي بتنتمي الى الار اللي هي الاعداد الحقيقيه. فالفيكتورز دي يا شباب لو جيت جمعتها كده في ماتريكس احطها في سبست، تمام؟ بعد كده نعمل لها شويه رو اوبريشنز علشان اشوف الفيكتورز دي بتتعامل مع بعض ازاي. فلاقي عندي صف اصفار، وعندي كده ده البيسس بتاعي اللي فوق دوت، تمام؟ اللي هو بتاع ريديوس دروشن فورم. طبعا هنا عندك الرانك بتاعك بتلاتة. طيب تعالى كده يا شباب ناخد نوع
من انواع السب سبيسز اللي هو النول سبيس، وده يمكن من اشهر الانواع اللي موجوده في السب سبيسز. النول سبيس دوت من اسمه كده نول يعني صفر باللغه الالمانيه، اي اكس بتساوي البي، فبيقول لك يا شباب لقيت ان البي ده بيساوي الصفر. تمام اهو في صفر اهو. تمام ده اللي هي الشكل الهوموجينيوس لو انت فاكر. يبقى اذا يا شباب الاكس دوت هو عباره عن النول سبيس بتاعتي، هو عباره عن النول سبيس. النول سبيس هي نوع من انواع السب سبيس. طيب تعالى كده نجيب مثال ونطلع النول سبيس. ده الايه مثلا يا شباب على سبيل المثال، فالاي اكس عايزينه يساوي الصفر، فعايزين نجيب الاكس اللي يخلي الكلام ده بيساوي الصفر. طيب تعالى كده نعمل اجمنتد ماتريكس بتاعتك بالشكل المعتاد اللي احنا عارفينه اهو، ما جبتش جديد شابتر 1. طيب هنعمل ايه؟ رو اوبريشنز ار 3 ماينس 2 ار 1 علشان اطير الصفر اللي تحت خالص دوت. تمام عملت الكلام دوت. تمام وطلعت الرو اشلون فورم بالشكل دوت، خليها تبقى مختصره اكتر. نقول ار 3 تمام ماينس ار 2. تمام لان انت عندك ار 3 شبه ار 2 لو انت خدت بالك هيطلع صف بصفار. تمام طالما طلع عندي صف بصفار يبقى دي انفينيتي ميني سوليوشنز لو انت فاكر. تمام هندسه. طيب بعد كده عايزين نصفر الاثنين دي. تمام عشان نطلع ايه؟ نطلع البيزس. ده البيزس هنا طلع 2 دايمنشن وهي كانت 3 دايمنشن. البيزس طلع 2 دايمنشن. تمام فطلع اقل من الان اللي عدد الاعمده عادي خالص اهو. تمام. طيب تعالى هنا نروح نجيب الفيكتورز. يبقى اقول الاكس والواي والزي. تمام احنا ده شغل شابتر 1. تمام لقيت ان احنا عندنا فري فاريبل اللي هو الزي بتساوي التي. تمام يبقى اذا عندي هنا ماينس 3 تي. تمام والواي بتساوي التي. تمام والزي بتساوي التي. بعد كده التي ده اللي هو ايه؟ فري فاريبل، وعندك ده عباره عن الفيكتور بتاع النول سبيس. قشطه. ده كده هو عباره عن ايه؟ عباره عن النول سبيس بتاعتي. يبقى عرفنا النول سبيس دي عباره عن ايه. طبعا الكلام ده مش جديد ولكن التعريف بس هو اللي جديد. طيب الدايمنشن بتاعت النول سبيس هو عباره عن النمبر اوف فري فاريبلز، يعني هو عدد الفري فاريبلز. طبعا عندي هنا فري فاريبل واحد، فبالتالي الدايمنشن بتاع النول سبيس هنا يا شباب هي واحد. يبقى سو الدايمنشن بتاع النول سبيس عندي هنا هو عباره عن واحد، لان انا عندي 1 فري فاريبل. 1 فري فاريبل. طبعا فري فاريبل ده بعرفه ببساطه خالص، هنقول كمان شويه. تمام. طيب تعالى كده ناخد نوع اخر اسمه الكولوم سبيس. ده نوع من انواع السب سبيسز، نوع من انواع السب سبيسز برضو. طيب بعد الاختزال يا شباب، بعد الاختزال الريديوسد رو اشلون فورم اللي كانت بتطلع معايا من شويه اللي هي البيزس اللي هي البيفوت كولومز، ما فيش حاجه جديده. هي البيفوت كولومز دي كده هي عباره الاسبان بتاعها هو عباره عن الكولوم سبيس. يعني لو اخدت الاسبان يا شباب بتاع الكولوم الاول هنا مثلا والكولوم الثاني على سبيل المثال، لو اخدت الاسبان بتاع الكولوم الاول والكولوم الثاني اللي هو البيفوت كولومز، الاسبان بتاع البيفوت كولومز هو عباره عن ايه؟ هو عباره عن الكولوم سبيس، هو عباره عن الكولوم سبيس. عندي هنا بيفوت اوف كولوم 1، بيفوت اوف كولوم 2. تمام ده كده الكولوم سبيس بتاعي اللي هو عباره عن ايه؟ عباره عن الاسبان بتاع البيفوت اوف كولوم 1 والبيفوت اوف كولوم 2، او هو عباره عن الاسبان بتاع ايه؟ بتاع الكولومز بتاعت البيفوت. قشطه. طيب والدايمنشن بتاعه، الدايمنشن بتاعه عباره عن ار اللي هو الرانك، ما فيش فيها اي حاجه. طيب تعالى كده بقى نراجع الدنيا خالص كلها كده على بعضيها. نقول ايه؟ نقول ان انا عندي 4 انواع من الفيكتور سب سبيسز. عندي يا شباب اول نوع الكولوم سبيس، ده اشهرهم. النول سبيس مشهور برضو. بعد كده الرو سبيس والنول سبيس بتاعه الاي ترانسبوز. طيب اول واحد الكولوم سبيس ده كده السيمبل بتاعه، النول سبيس ده كده السيمبل بتاعه، الرو سبيس تمام، والنول بتاع ايه ترانسبوز. طيب تعالى كده ناخد مثال علشان نفهم منه الدنيا اكتر، وليكن المثال اللي معايا دوت ده كده identity. تمام 3 dimension وهي اصلا 4 dimension. تمام ده كده البيفوت كولومز بتاعتك وده كده البيس. طيب تعالى كده نشوف الكولوم سبيس. الكولوم سبيس يا شباب هو عباره عن ايه؟ هو عباره عن البيفوت كولومز خد لها الاسبان، يعني خد الاسبان بتاع البيفوت كولومز. قشطه. يبقى ده عباره عن ايه؟ هو البيزس، يعني الكولوم سبيس، الكولوم سبيس هو البيزس العادي اللي احنا عارفينه. طيب والدايمنشن بتاع الكولوم سبيس هو عباره عن الرانك. تمام هو عباره عن الرانك اللي هو عدد البيفوت كولومز. احنا لسه قايلين الدايمنشن هو عباره عن عدد الفيكتورز في السب سبيس. قشطه. طيب النول سبيس، النول سبيس عندي هنا لو اكس وين الاي اكس بتساوي الصفر، ده كده هو عباره عن ايه؟ ده كده هو عباره عن نول سبيس، يعني هو قيمه الفيكتور اكس ده لما الاي اكس بتساوي الصفر. طيب والدايمنشن بتاع النول سبيس، الدايمنشن بتاع النول سبيس هو عباره عن ان ماينس ار. تمام اللي هي الكولومز عدد الاعمده. تمام ماينس الار اللي هي ايه؟ اللي هي الرانك.
او number of free variables، نفس الحاجه بالظبط. الدايمنشن اوف النول سبيس عندي هنا طبعا اللي هو ايه؟ اللي هو واحد. لو اخدتها يا شباب بالشكل العادي هتقول ان عدد الاعمده بتاعتك 4 وعدد الرانك بتاعتي ب3 تمام، اللي هو البيفوت كولومز يعني. يبقى اذا هنا عندي فري فاريبل واحد كده، كولوم سبيس والنول سبيس. طيب نبص بقى على الرو سبيس. الرو سبيس كده بالعقل هو عباره عن ايه؟ هو عباره عن الكولوم بس ايه ترانسبوز بس. تمام، يبقى هو كولوم اوف ايه ترانسبوز. ده كده يا شباب هو بيسكيل الار سب ام. يعني لو جينا كده نبص على الماتريكس دي، فانا عندي 3 صفوف صح؟ فهي الثلاث صفوف دول يا شباب لان انا عندي هم اساسا هم 3 فيكتورز صح؟ فال3 فيكتور كل فيكتور فيهم في ايه؟ في 3 صفوف. فالثلاث صفوف دول هم عباره عن ايه؟ هم عباره عن الدايمنشن بتاعي. تمام، الدايمنشن بتاعي اللي هو 3 دي. بالمثل برضو لو انا رحت عند الجزء الخاص بايه؟ الجزء الخاص بالاي ترانسبوز. الاي ترانسبوز هتعكس بقى. انت عشان تجيب هنا الدايمنشن فانت هتاخده من ايه؟ هتاخده من الاعمده. تمام، هو الدايمنشن هنا بتاع السكيلينج ده حاجه والدايمنشن نفسه اللي هو بتاع الفيكتورز حاجه تانية. هنا انا باخدها يا شباب هي 3 دي ولا هي هتحط في 2 دي ولا هتحط في ال1 دي. طبعا الكلام ده فهمناه من عدد الصفوف اللي موجوده في كل فيكتور عندي او في كل عمود عندي. طبعا بالنسبه للنول سبيس هيبقى ار سب ان والترانسبوز بتاعي هيبقى ار سب ام. طب ليه؟ لان يا شباب النول سبيس هي عباره عن الاكس فيكتور، هناخدها كمان شويه وهتبان. تمام، فالاكس فيكتور دوت احنا بناخد عدد الايه؟ عدد الصفوف بتاعته. فعدد الصفوف بتاعته دوت هو عباره عن ايه؟ هو عباره عن الدايمنشن ان. طبعا اخدنا الكلام ده كتير قوي. تمام، لو اخدت الترانسبوز هتبقى ايه؟ دايمنشن ام. بالنسبه طبعا للدايمنشن بتاع الرو سبيس هيبقى عباره عن ايه يا شباب؟ بتاع الكولوم اوف ايه ترانسبوز او اللي هو الرو سبيس. ده كده برضو عباره عن ار، نفس الفكره بالظبط، لان انت هنا لما تاخد ترانسبوز هي برضو الار او اللي هو الرانك. تمام، اللي هو بتاع البيفوت كولومز كده كده اما تدورها هي ان في ان فمش هتفرق. طيب هنا بقى النول اوف اي ترانسبوز طبعا هي نفس الفكره. الاي ترانسبوز في الاكس ده كده بيساوي الصفر، فانت عايز تجيب الاكس ديت. ده كده البيزس بتاعها. طيب بالنسبه للدايمنشن، الدايمنشن اوف النول اي ترانسبوز ده كده عباره عن ام ماينس ار. هنا كنا بنقول ان ماينس ار لكن هنا ام ماينس ار. طب تعالى نطبق دلوقتي. النول اوف ايه هنا يا شباب كان بيساوي الواحد اللي هي عباره عن ان ماينس ار السؤال اللي فات. فان هنا كان بتلاتة والار كان باتنين. تمام، ار اللي هو البيفوت كولومز. طيب يبقى اذا النول اوف ايه بواحد. طيب النول اوف ايه ترانسبوز ده كده هيساوي كام؟ تعالى نجيب الاي ترانسبوز. هو المفروض ام ماينس ار بس تعالى نجيب الاي ترانسبوز. دلوقتي دي الاي، تعالى نجيب ايه ترانسبوز. هنجيب ايه ترانسبوز زي ثبت دايجونال وشقلب التانيين. ماشي. طيب ده كده الاي ترانسبوز، فبالتالي هنا هتبقى ام ماينس ار اللي هي هتطلع بواحد يا شباب. تمام، هما مش دايما زي بعض بس هنا علشان الماتريكس بتاعتي كتوتال يعني سكوير، بس مش دايما بتبقى سكوير. طيب let الدبليو بي ا سب سبيس. وعلى سبيل المثال عندنا اسبان معينه كمان، اسبان معينه مثلا ل في 1 وفي 2 وفي 3 وفي 4 بالشكل دوت. دي كده اسبان معينه ايا يكن. فيا شباب الدبليو ديت هي find a basis for W، يعني عايزين basis للW which consists of a subset of ايه of given vectors. يعني ال given vectors دي هي عبارة عن v 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6. تمام، وطبعا احنا عايزين كام فيكتور كده يكون linear dependent، يكونوا linear dependent، يبقى هم عبارة عن السبسيت بتاع ايه؟ بتاع ال W. طيب تعالى كده ننقي. طبعا شرط التنقية عندي تمام عشان يبقى linear independent ان ما يكونش في ريليشن ما بين اتنين، يعني ما يكونش في واحد عبارة عن سكيلنج من التاني، او ما ينفعش يكون يا شباب في اتنين شبه بعض، او ما ينفعش مثلا يكون عندي فيكتور تمام لو جمعته على فيكتور تاني وطرحته من فيكتور تالت يديك فيكتور رابع. تعالى كده نشوف الواحد واتنين اللي انا اخترتهم دول، هتلاقي الفرق ما بينهم 3 و5 ده الفرق الوحيد. يبقى اذا دول linear ايه؟ linear independent صح؟ ما فيش علاقة هتربطهم مستحيل. طيب اللي شبههم هنا برضو اللي على الشمال ده اللي هو اول فيكتور وتاني فيكتور، ماشي علم عليهم برضو لان عندك 2 و3. اذا انا ممكن اخد اما الواحد واتنين اللي لونهم اخضر اللي على اليمين دول مع اي واحد مثلا من التانيين او اي اتنين من التانيين، او العكس يا شباب ان انا اخد واحد واتنين اللي هم لونهم ازرق اللي على الشمال مع اي واحد من الباقيين او اتنين او تلاتة. المهم ان هم يدوني في الاخر بيزس. والاتنين اللي في النص بلاش منهم لان ما بينهم علاقة، يعني الاتنين في النص دول ما بينهم علاقة. لو جيت لاحظت يعني هتلاقيني فيها منهم علاقة. طيب تعالى كده ناخد الاول والتاني اللي لونهم ازرق تمام، وناخد مثلا الخامس دوت قشطة.
طيب ليه مش هاخد السادس؟ ممكن تاخد الاول والتاني والخامس، او اول والتاني والسادس. تمام. مش هاخد الاول والتاني والخامس والسادس علشان ما في ما بينهم علاقة. العلاقة ديت هي علاقة جمع لو خدت بالك. تمام. طيب عشان كده هستبعده. يبقى ممكن اخد الاول والتاني والخامس، او الاول والتاني والسادس. طيب عملت الريديوس دروشلون فورم، فطلع لي الشكل دوت اللي هو اداك ايه؟ اللي هو اداك من الاخر البيزس بتاعك على ال 3 دي، يعني لينير اندبندنت. ماشي. طيب تعالى كده ناخد كل الفيكتورز مع بعض، هو ده الصح بس دي طريقة طويلة. فهتلاقي الاول والتاني والخامس تمام دول كده طالعين دايركت. او يا شباب ان يبقى عندي الاول والتاني، واعمل عمليات مثلا على السادس واخده هو مكان الخامس. طيب تعالى كده ناخد اكزامبل اخر. وليكن مثلا عندي يا شباب ال A بتساوي، هتفهم انت من المثال ده، لو ما فهمتش اللي فات هتفهم ده، بواحد واحد تلاتة واتنين تلاتة سبعة، المهم يعني بالمنظر دوت. تمام. وهو ريكواير عايز الرانك اوف A، او اللي هو السيمبل بتاعه ار يعني، وعايز الكولوم سبيس بتاعت A والرو سبيس بتاع A، وكمان هذا الدايمنشن. ومش مشكله لو جبت البيس بالمره، كده كده انت هتجيب البيس. تمام. طيب اول حاجه هنعمل الرو اوبريشن ساعتها لحد ما نوديها للرو اشلون فورم. فهقول الار 3 ماينس، او بلاش نعمل الكلام ده، هنبص لو في ريليشن ما بين الروز. تعالى كده نبص. ده في ريليشن ما بين الروز، هتبقى ار 3 ماينس الاتنين في ار 1 بلس الار 2. ليه؟ لان لو ضربت الصف الاول في 2 وجمعته على الصف الثاني هيديك الصف الثالث. فاذا هنا في ريليشن يا شباب، او في علاقه بتربط الصفين الاولانيين مع الصف الثالث. هيطلع عندك الصف كله اصفار. بعد كده يا شباب حاول انك تختزلها اكتر، فاقول ار 2 ماينس ار 1 وار 1 ماينس الاثنين ار 2. انت لو وقفت الفيديو هتلاقي ان الكلام اللي انا بقوله دوت هيديك الاستنتاج اللي قدامك ده، بس انا اختصارا يعني لوقت سيادتك، فانت ممكن توقف الفيديو وتحاول تحلها، هيطلع معاك الناتج بالشكل دوت. طبعا ده كده البيزس بتاعي، ده كده البيفوت كولوم الاول، وده كده البيفوت كولوم الثاني. يبقى اذا الرانك بتاعي هنا بيساوي ايه؟ ده كده اللي هو الكولوم سبيس، اللي هو السبان بتاع الكولوم الاول والكولوم الثاني. تمام. بس بتاخد الكولومز ديت من الاساس يعني. يعني هي الكولوم سبيس هو عباره عن واحد واحد تلاتة واثنين تلاتة سبعة. تمام. والدايمنشن بتاعك طبعا اللي هو عباره عن ار 2، والان هنا بتساوي الخمسة، الار اللي هي عباره عن العدد بتاع البيفوت كولومز، والدايمنشن بتاع النول سبيس طبعا هنا هو عباره عن ايه؟ عباره عن ان ماينس ار اللي هو عدد الفري فاريبلز اللي هو هيطلع بتلاتة. والكولوم سبيس المفترض ان هو عباره عن الفيكتورز، بتاخد السبان بتاعها. تمام. بتاخد السبان بتاع الكولوم الاول والكولوم الثاني، ده كده الصح يعني. وبالنسبه للرو سبيس هتاخد السبان بتاع الرو الاول والرو الثاني. تمام. اعتقد الموضوع سهل، والدايمنشن بتاعه اللي هو الار. بس كده. تمام هندسه. ده كده هو البيز، الكولوم سبيس هو البيز بتاعك. طيب تعالى كده ناخد اكزامبل اخر نفهم برضو منه الموضوع. لو عندي الشكل ده يا شباب، ومحتاج مني طبعا ده كده A B، فهنعمل له اول حاجه الرو اوبريشنز بتاعتك، فيطلع لي الشكل دوت. وبعد كده محتاجين يا شباب ان احنا نعرف عندي البيزس. طبعا عندك هنا الرانك بتاعتك بتلاتة، تلاتة بيفوت كولومز. تمام. ده كده هو لو اخدت الاسبان بتاعهم، والان طبعا باربعة اللي هو عدد الاعمده بتاعتك. تمام. هنا لو جه عايز الكولوم سبيس، فهو عباره عن السبان بتاع كولوم 1 وكولوم 2 وكولوم 3، والرو سبيس هو عباره عن السبان بتاع الرو 1 والرو 2 والرو 3. تمام. اعتقد الموضوع سهل وبسيط. طيب تعالى كده ناخد مثال اخير على النول سبيس. لو هنا مثلا مديني المثال A بتساوي الكلام دوت يا شباب، ومحتاج مني اول حاجه طبعا بناخدها اللي هو الريديوسد رو اشلون فورم، فده كده الناتج بتاع الريديوسد رو اشلون فورم بتاعي. تمام. طيب بعد كده يا شباب انا محتاج ان انا احدد الكولوم سبيس عندي هنا. فعندي هنا طبعا هي عباره عن السبان بتاع الكولوم الاول والكولوم الثاني اللي هو بيفوت كولومز، والرو سبيس هو عباره عن السبان بتاع الار 1 والار 2. طبعا هنا الدايمنشن بتاعك باتنين وان بخمسة. تمام. والدايمنشن بتاع النول سبيس هو عباره عن ان ماينس ار اللي هي 3، يعني 3 فري فاريبل عندي. طيب تعالى كده نكتب الاكس والواي والزي والاوميجا والاف. فشباب الزي والدبليو والاف دول هيبقوا الفري فاريبلز، فهفترضهم باس وتي وار بحيث ان هم بينتموا الى الار. تمام. فيطلع معايا الكلام ده. انا عايزك تحل السؤال ده، السؤال ده حله تاني. تمام. السؤال دوت لو انت بتعمله من جامعة الضمات، فالسؤال ده من عند دكتور معتز يعني. تمام. الشات بتاعته. طيب
المهم هنا يا شباب انت هتاخد الفيكتورز بتاعتك، هيطلع عندك 3 فيكتورز نول سبيس طبعا. ده كده عبارة عن الفيكتورز بتاعت النول سبيس عندي. تمام، بس كده. السلام عليكم، عشان دماغي هنجت. مع السلامة.